وعمر رضي الله عنه من المحدثين، كانت اقتراءاته توافق من قبل الله ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يوافق عليها أبو بكر؟ والحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر. المحدث هو الذي يلهم من قبل الله مباشرة. اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل حجابا بين الصحابة وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخلون بيوته ويسمعون كلامه وينقلون الوحي عنه. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الاقتراح من عمر والتنزيل والفرضية من الله. قال: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أكثر من 21 حادثة يقترح فيها عمر رأيا ولا يوافقه الرسول فحسب، بل ينزل قرآنا يوافق رأي عمر. بل في غزوة بدر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأي الصحابة في الأسرى، أشار عمر بقتلهم، قال: أعداؤك وأعداء دينك تابعوك وطاردوك، اقتلهم. أخذ رأي أبو بكر، قال: أبناؤك وبنو أبنائك وأعمامك اعف عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار الأيسر والأسهل، لأنه رحيم صلى الله عليه وسلم، فمال إلى رأي أبي بكر، فنزل قرآنا من السماء يصوب رأي عمر ويخطئ رأي أبو بكر، ويقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى في الأرض، أسرى حتى يثخن في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: لو نزلت نار من السماء لأحرقت من بالوادي ولما نجا منها إلا عمر برأيه المسدد.